منال بن شليخة تكشف تفاصيل الألبوم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. قالت الفنانة المغربية منال بن شليخة إن ألبومها الغنائي الجديد الذي شرعت قبل أشهر في الترويج له عبر صفحاتها التواصلية ويحمل عنوان قلب عربي مكسور يعد أهم مشروع تقدمه في حياتها الفنية. وكشفت بن شليخة في تصريح لها أن الألبوم الغنائي الجديد غني ومتنوع، واختارت من خلاله الحديث عن مكانة المرأة في المجتمعات وكيف تعاني من مشاكل تجعلها أقوى وتظهر مكانتها داخل المجتمع، وعن تعاونها مع نجم الراب الأردني عصام النجار. فيديو غنائي أبرزت المغنية ذاتها أن الأخير تواصل معها واقترح عليها الأغنية، مشيرا إلى أنه لا يتخيلها بصوت أحد آخر غيرها. فلما سمعتها أعجبت بها جدا، فتم التعاون بينهما بشكل عادي. وتابعت منال في تصريحها بأن السر وراء حرصها على تسليط الضوء على التراث المغربي في أعمالها هو افتخارها بمغربيتها، وأنه تراث غني سواء في الموسيقى أو اللباس أو الإكسسوارات. وزادت: التراث المغربي غني وتجب مشاركته مع كافة الناس ليتعرفوا على غنى الثقافة المغربية وما تزخر به. جدير بالذكر أن منال بن شليخة كشفت النقاب عن أحدث أعمالها الغنائية المصورة، ويندرج ضمن ألبومها الفني الجديد بعنوان قلب عربي مكسور، وتحمل الأغنية عنوان مراك، وهي أولى أغاني الألبوم، وحملت توقيعها على مستوى كتابة الكلمات بالتعاون مع نيزك، فيما صورتها على طريقة الفيديو كليب بمدينة مراكش تحت إشراف المخرج فريد مالكي. كما طرحت بعد ذلك الديو الغنائي الذي جمعها لأول مرة بالفنان الأردني عصام النجار، وصور على طريقة الفيديو كليب مدينة الدار البيضاء تحت إشراف المخرج جون بريمو. في سياق آخر عبرت الفنانة ذاتها عن سعادتها بتقديم أول حفل خاص لها في العاصمة الفرنسية باريس في الأسابيع القادمة، مشيرة إلى أنها فخورة بذلك، خاصة أن فرنسا تتوفر على عدد كبير من أفراد الجالية المغربية التي ستسعد بلقائها في سهرة فنية. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.